اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهارده كنت متوقعين ان اجي اقول لكم عملنا فتة، عملنا كبدة، عملنا سجق، حواوشي، كفتة، حاجات العيد الحلوة دي. بس النهارده بقى ده حكم القوي على الضعيف. زي اي ام تاكلوا ايه؟ متوقعة بقى لا ناكل لحمة، لا فتة، لا كفتة. ايه بيقول بط ورز معمر؟ يا جماعة احنا مش في رمضان، احنا في العيد. لا، بط ورز معمر. اعمل ايه؟ قلت حاضر. وعملنا احلى بطه محمره بطريقه سهله وطريقه دهن النهارده جديده هتخليها باللون التحفه ده. وطبق البطاطس الدهب الروعه اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض. طبعا الرز المعمر الفلاحي اللي لا يعلى عليه. يلا بينا نبدا ونشوف هنعمل الفيديو ازاي. بس قبل ما نبدا، انا امنيه ودي قناتي، ولو دي اول مره بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتي الجديده. على البوتاجاز كده حطيت حله فيها ميه بتغلي ونكهتها ملح وفلفل ورق لوري وحبهان، وكمان بشرت بصلايه او قطعت بصلايه خشن. اهم حاجه تكون تقطيعها خشنه. وفركتها كده بشويه من الملح والفلفل والكمون زي المرتة كده بالظبط، ونزلت بيهم على الميه المغليه. وكمان كنت طحنه ورق لوري وحبهان وكبيبه صيني بتبقى حلوه جدا مع الطيور. وسبت الميه دي تغلي كده وتاخد وتدي مع طعم المنكهات والبصله. في مقلايه غويطه او حله غويطه حطيت معلقه من السمنه البلدي وعليها فصين من المستكه. ونزلت بالبطايه اللي غسلينها كويس باي حاجه انت بتحبيها الا الخل. طبعا شوحتها كده من كل الجوانب مع رشه من الفلفل الاسود لحد ما اديتها، غيرت لونها خالص وقفلت المسامات بتاعتها وغيرت كمان من ريحتها وبقت ريحتها حلوه. بعد ما اخدت التشميعة كده من كل الجهاز زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا بحب اقطع الرقبة علشان ما تعكسنيش كمان لما اجي انزلها في الحل. كانت المية بتاعتنا غلت بكل الحاجات الحلوة اللي احنا حطيناها. وهنزل بالبطة كده في المية اللي بتغلي. وطبعا كان ممكن نعمل الخطوة دي من الاول في الحلة بس لو كانت الحلة تكفي. حبة السمنة الحلوين اللي بالمستكة نزلت بيهم كده على البطة. طبعا هنبدأ سلق البطة وهي مقلوبة على صدرها نص ساعة، وبنقلبها على الجنب التاني وهكذا لحد ما تستوي وتبقى تمام التمام. سبتها تستوي اخدت حوالي ساعة ونص، وكانت في منتهى الجمال. ريحتها كانت تحفة. التشويحة مع البصل اللي احنا عملناها بالملح والفلفل والكمون فرقة جدا في طعم اللحم بتاع البط وفي طعم الشوربة كمان. يلا نعمل حبة معمر حلوين. والنهاردة هقول لكم طريقة هيظبط معاكي لو عملتي حتى شوية رز. لكل كوباية رز زي ما احنا شايفين هنعمل في صينية، هنعمل في طاجن، لازم نسيب مساحة صابع فاضية. يعني الرز يدوب يبقى نص او اقل من النص كمان في الحاجة اللي هنعمل فيها وهو ناشف لسه ما غسلناهوش. جبت الطواجن مسحتها كده مسحة حلوة من السمنة وغسلت الرز زي ما قلت وهو ناشف نعاير في الحاجة اللي هنعمل فيها الرز يدوب النص او اقل. لكل كوباية رز هحط معلقة صغيرة مليانة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت. وكمان ضفت معلقة كبيرة من القشطة لكل كوباية أو لكل طاجن كده. وظبطت الملح ويا سلام كمان لو كان فيه معلقة من الزبادي بتدي طعم روعة للرز المعمر. هقلب كده الرز مع القشطة والسمنة والزيت علشان يبقى مفلفل. أنا عايزة الرز كله يتغلف أو حبات الرز كلها تتغلف بالمادة الدهنية. كنت غالية اللبن ولازم يكون اللبن سخن جدا وبيغلي. اخدت الوش بتاعه كمان زودته على الطواجن. لكل كوباية رز عايزين نعملها معمر بتاخد كوباية ونص من السوائل. انا في كل طاجن كنت حاطة كوباية رز، يبقى كل طاجن هياخد كوباية ونص من السوائل. ايه هي السوائل؟ كوباية من الحليب او اللبن وعليها نص كوباية من المية. ضروري نضيف نسبة من المية مع اللبن علشان تبقى تسوية الرز بتاعتنا مظبوطة. لما بيكون كله لبن اولا بيعجن، بيدي ريحة كده شبه الرز بلبن. غير كده كمان ما بيبقاش مفلفل وحلو، بيبقى لسه محصحص. حبة المية بيخلي الرز يخش في السوا كويس. هنعمل بقى دلوقتي الدهن بتاع البطة. حطيت معلقة من القشطة على معلقة من السمنة ودوبتهم كده بالحبة من اللبن المغلي يدوب معلقة عشان يدوبوا. وظبطت الملح والفلفل. مفيش اكتر من كده. هنجيب البطة بعد ما اتسلقت كده وحطيت تحتيها ورقة حراري عشان
نخف من المواعين شويه. وبعد كده دهنتها كويس بالسمنه والقشطه واللبن، ريحتها بالخلطه دي كانت تحفه. رشيت عليها كمان رشه من الفلفل الاسود ودخلتها الفرن، وكده كان الغدا بتاعنا جاهز. طبعا حبه بطاطس حلوين من اللي كنا مخزنينهم مع بعض، النص مقليه. ودي البطه شايفين لونها ولمعتها وجمالها، ريحه القشطه مع السمنه واللبن مدينها ريحه حلوه جدا. انا دخلتها تحت الشوايه، ومن وقت للتاني كنت بقلبها. وده الرز المعمر اللي دخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. ممكن نشغل من فوق ومن تحت لو الفرن بيشتغل من فوق ومن تحت، ولو بيشتغل من ناحية واحدة هنشغله فوق شوية ياخد الوش، وبعد كده نطفيه ونشغل من تحت، وبيقعد نص ساعة. وده كان الغدا بتاعنا جاهز. يا رب يكون عجبكم، وبشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.